يا مساء الانوار على احلى اخوات في الدنيا دي كلها. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحه وفي راحه بال. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم مبسوطين، وربنا يتقبل صيامنا وقيامنا، اللهم امين يا رب العالمين. رمضان كريم عليكم يا حبايب قلبي. ان شاء الله كده تحققوا فيه كل ما تتمنوه. ادعوا كتير ادعوا كتير بالله عليكم، ان شاء الله ربنا يحقق لكم كل اللي نفسكم فيه وكل اللي انتم بتتمنوه اكتر وزياده باذن الله. شكرا بقى طبعا لكل اصحابي اللي علقوني فيديو امبارح، ربنا يخليكم ليا يا رب، يديمكم في حياتي نعم العمر كله، اللهم امين. وكنت سالتكم يعني انزل فيديوهات بقى التنظيف بتاعه المطبخ والكلام ده كله، قلت لي نزليها، احنا عايزين نتفرج عليها وكده. فانا بصراحه يعني ما رضيتش ان انا ازعلكم، وقلت برضو انزلها. انتظروا بقى ان شاء الله بعد الفيديو ده، يعني ده ان شاء الله كده. الفيديو ده تنظيفات بقى عميقه طبعا للمطبخ برضو. عايزه اقول لكم يعني ما خليتش حته كده في المطبخ ما عملتهاش، ما عدا بقى فوق الدولاب. يعني عملت كل حاجه ما عدا فوق الدولاب بصراحه. المهم بقى كده ايه، فاضل لي كمان فيديو. الفيديو ده بقى هيبقى تنظيف للجزء بتاع الرخامه، وهتشوفوا بقى فيه الستيكر، اللي هو بقى الجزء اللي تحت في الستيكر، عشان في الفيديو ده انا مش هعلقه معاكم يعني. فهتشوفوا بقى الستيكر كله لما ركب، وان شاء الله كده بقى ايه، نعلق بقى الزينه على طول. يعني هحاول كده ان الفيديو الجاي ده اضم لكم بقى فرش الزينه وتنظيف المطبخ وكده. لو حسيت ان الفيديو طويل واخد كم كبير، يعني لو انتوا حابين تعرفوا تفاصيله ممكن اقسمه بقى على فيديوهين وخلاص. لكن لو حسيت كده تمام اقدر المه يعني في فيديو واحد، هنزله وان شاء الله يبقى الفيديو جاي باذن الله فرش الزينه وباقي تنظيفات المطبخ، فرش الزينه بقى والديكورات بقى الجديده اللي انا عاملاها للمطبخ. فبتمنى بقى كده ان انتوا يعني تشجعوني بقى باللايكات وشير بقى للقناه عشان العيله تكبر باذن الله. متنسينيش بقى من الكومنتات الجميله اللي انا بحبها منك. طبعا انا بقى ايه، كنت في الفيديو اللي فات عملت معاكم الجزء اللي فوق من المطبخ. كنت عملت بقى كل يعني كنت عامله معاكم ضرفه الخزين وضرفه اللي هي فيها الصواني بقى وبقيه الطقم الصيني والكلام ده كله. في حاجات عملتها مع نفسي وفي حاجات عملتها معاكم، وعلقنا مع بعض ضرفه واحده من الورق اللي هو الستيكر يعني. اعذروني يا جماعه، بسجل معاكم الصوت وانا لسه يعني النهارده اول يوم بقى صيام وكده، فبسجل معاكم الصوت عشان ينزل لكم النهارده الفيديو. فمعلش يعني لو كنت ايه، يعني بقطع شويه في الكلام. المهم بقى كده ايه، كان فاضل لي بقى الجزء اللي تحت بقى طبعا الادراج بقى، والجزء بتاع المواعين اللي هو فيه الحلل بقى والبلاستيكات، وكمان الجزئية بتاعت اللي هي تحت الحوض دي. وعملت كمان ورا البوتاجاز، وعملت البوتاجاز وعملت الشفاط. هو كان نضيف بصراحة، انا عملت بس الشباك. وكذلك عملت الغسالة بقى كده ايه من وراها وكده، وغيرت طبعا الغطا يعني او الغيار بتاعها اللي انا كنت جايباه عشان يليق معايا مع الالوان وكده. فزي ما انتوا شفتوا بقى كده في الفيديو، او انتوا شايفين في الفيديو، انا طبعا شغاله. بدات الاول بالادراج، طبعا انا عملتها من فوق لتحت تمام. كنت برش بقى ايه، برش سترس على الاجزاء اللي بحس فيها دهون، اللي هي مش بتطلع. لكن اللي جوه بقى بعمل بالبخاخ كده، فيه حاطه فيه شويه سترس، شويه بريكس وكلور الوان وشويه ميه بس، بالفوطه بقى الميكروفايبر، وبقيت بقى امسحه كده. طبعا انا عملت الجزء اللي من تحت خالص ده اللي هو باين عندكم سيراميك ده انا عملته. هنا بقى انا بوريكم ان انا مطلعه، بصوا معزله يا جماعه، معزله ومهاجره. مطلعه المواعين بتاعتي اللي هي بقى الحلل والبلاستيكات بقى والحاجات دي، بوريكم ان انا يعني مطلعوها عشان انا مش هعرف اعملها واصورها معاكم وانا بنضف تحت. طبعا انا كنت مطلعاها وكنت هنا بقى غسلت خلاص، بوريتكم بقى لما غسلت والدنيا بقت نظيفه. بس انا يعني بوريكم تفاصيل كده ايه اول باول. ورصيت بقى كل حاجه، يعني في حاجات انا زي ما قلت لكم كده ما صورتهاش لان المطبخ عندي ضيق والوقت كمان كان ضيق عليا، عايزه انجز وعايزه يعني اقول لكم المفيد من الاخر يعني. بس انا عملت كل ده.
المهم بقى كده ايه، بدأت افضي الضرفة اللي هي بتاعت تحت الحوض. وطلعت بقى ايه لقيت بقى عندي في حاجات كانت خلصانة وحاجات كانت فاضل فيها حاجات بسيطة، فرميت بقى بصراحة كله. وبقيت عندي الحاجات اللي ايه اللي لسه عندي يعني. عايزة بجيب شوية منظفات بقى كده ناقصاني يعني وكده، وعايزة اجيبها ان شاء الله. هنا بقى انا خدت المنظمات بقى دي، قلت بقى كده اغسلها كده في التويلت. حطيت بقى في الطبق ده بقى شوية بريكس وشوية مية وكده، وبدأت بقى ان انا امسك كل البلاستيكات، اغسلها بقى كويس واظبطها كده بحيث ان انا احطها نظيفة يعني. عايزة احطها كده نظيفة. عايزة اقول لكم ان انا بقى اخدت كل التربوهات، يعني مسحتها بصوا وخليتها فلة. التربوهين اللي عندي في المطبخ، وهاخد فيه تربو هعمله معاكم اللي هو بتاع البصل والثوم وكده والبطاطس. لكن التربوهين التانيين المقفولين دول بقى انا عملتهم مع نفسي. فانا زي ما قلت لكم كده، في حاجات عملتها مع نفسي، في حاجات عملتها معاكم. بس كده. المهم بقى كده ايه، غسلت بقى كده كل البلاستيكات والمنظمات. وهنا بقى بدأت ايه ارش بقى سترس بقى تحت في الارضية كده زي ما انتم شايفين. كانت مليانة بقى تراب او حاجات بقى ايه، التراب لزق في السيراميك يعني، بقى حاجة دلدقت بقى، حاجة وقعت، الكلام ده كله. فحطيت بقى شوية صابون مواعين، وحطيت سترس كده رشيته ومية. وبدأت بقى ان انا ايه انزل بقى كل الاتربة والحاجات دي بالفرشة بقى بتاعت الارض دي كده ايه، ظبطت الدنيا يعني. هنا بقى انا كنت خلصت خلاص، وبوريكم بقى الشكل ايه لما فرشت. اخدت بقى المنظم بقى بتاع البطاطس ده والبصل، قلت برضو كده اغسله معاكم. بصوا في حاجات زي ما قلت لكم اخدها اصورها، وفي حاجات اقول ايه لا انجزها انا مع نفسي. ان شاء الله بقى كده فاضل بقى الجزئيه بتاعه الرخامه. وان شاء الله كده نظبط اضاءه كمان، جايبه اضاءه كده ورم كده، انا حباها بصراحه اكتر من البيضه. فان شاء الله كده بحطها معاكم ونظبط بقى في الفيديو الجاي. مش عارفه هو الفيديو الجاي ممكن يبقى كبير قوي، فهشوف يعني، هشوف زي ما قلت لكم كده. لو حسيت ان الفيديو كبير هقسمه على فيديوهين ان شاء الله. بقى هنزل كمان في قناتي من بيت آية 2، عشان بقالي فترة ما بنزلش يعني، داخلة كده في اسبوع ولا حاجة مش بنزل فيها، مش عايزاها تقع، مش عايزاها تتنسى. فهنزل فيها بقى ان شاء الله مشتريات الشهر كده من يميش بقى رمضان والحاجات الجميلة دي. فان شاء الله بقى كده ايه هنزله معاكم الفيديو ده بإذن الله بكرة. إيه هنزل لكم بكرة بقى في القناة بدري بقى ان شاء الله، عشان يعني تتفرجوا عليه كده يعني، تاخدوا منه برضو ايه افكار. وانا زي ما قلت لكم انا كنت متاخره جدا في فيديوهاتي والحاجات يعني اللي انا بنزلها معاكم، بس والله كان غصب عني حقيقي يعني. خلصت بقى التربو، وكنت مشغله دوره غسيل كده على الملايه دي وعلى كفر المرتبه. عايزه اقول لكم وانا بنشر كفر المرتبه اتصدمت صدمه، لقيته متسخ جدا يعني. هو انا حطاه اصلا يعني، حطاه نضيف والله، حطاه نضيف يعني، حاجات بسيطة قوي فيه، لقيته كده من الاطراف متسخ جدا. فمش عارفة بقى، اسلام بيقول لي ممكن يكون من الغسالة بقى ولا في ايه، مش عارفة بصراحة. هبقى اعمل كمان دورة غسيل كده للغسالة برضو، دورة خل وكده. المهم بقى ان انا طبعا ما نشرتوش، نشرت بس الملاية، وقلت بقى اجيب بقى كلور وكده وانقعه او اغسله بقى مرة تانية. هنا بقى كان اسلام نزلي الغسالة عشان بعرفش انزلها بصراحة لوحدي، ومسحت تحت الغسالة. وهنا لبست بقى الغسالة بالكفر الجديد بتاعها لونه تايجر. هنا بقى كنت خلاص خلصت بقى جزئية الغسالة، فكان فاضل لي بقى البوتاجاز. كان بصراحة يعني عايز بصوا يستحمى كده حماية العيد. عملته بقى كده، رشيت بقى سترس وجبت صابون بقى مواعين، وبدأت بقى ان انا اظبط بقى كده البوتاجاز كله. عايزه اقول لكم اليوم ده انا تعبت بجد، تعبت قوي 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 فوق ما تتخيلوا. بس النتيجه ابهرتني بصراحه يعني، اللي هو ايه، انا تعبت وخلصت، حطيت نفسي في امر واقع. بقيت ادي لنفسي كده بريك كده يعني، ايه استراحه كده ما بين كل حاجه والتانية عشان اقدر اكمل. بس ما كنتش بطول في الراحه عشان جسمي ما يريحش واقول ايه واجل يعني.
بس زي ما قلت لكم كده كان لازم اعمل كده، يعني كان لازم اظبط المطبخ، لاني كنت اتزنقت خلاص في الوقت، وكنت محتاجة بصراحة ان انا انجز بقى، يعني اللي هو انا هعمل اكل ازاي واظبط اكل ازاي. احنا حياتنا اصلا هتبقى كلها تقريبا في المطبخ يعني معظم وقتنا هيبقى في المطبخ يعني. فلازم ابقى واقفة كده في المطبخ. اكتر حاجة تكون مريحاني هو المطبخ، لازم يعني يكون بقى نظيف ومفروش كده ومبهج كده حواليا. بس المهم بقى كده ايه، ظبطت البوتاجاز وبدات بقى كده بالفوط بقى دي. عايزه اقول لكم والله الفوط دي حلوه قوي يا بنات، بتلم الصابون كده بصوا يعني في ثواني، ثانيه الا ثانيه بجد. بس هنا بقى عملت البوتاجاز بقى كده، ظبطته وخليته زي الفل. كنت بقى نزلت البوتاجاز وقلت كمان اعمل الشباك كده برضو، رشيت بالبخاخه دي. إيه، وهرش كمان شويه سترس برضو لان حسيت برضو فيه دهون عايزه اظبطها يعني. هنا بصوا ايه، بدات امسك الفوطه مش عارفة يعني، حسيت بقى ان انا ايه، لا عايزة اظبط بقى، عايزة اظبط كده شوية إيه يعني، اظبط بيها اكتر يعني. لا هنا مش في الجزئية دي، في الجزئية بتاعت الشباك اللي بتتحرك دي، الضرفة اللي بتتحرك. هنا بقى كده ايه اهو. ظبطت بقى كده، جبت شوية بقى صابون مواعين كده وسلكة، وقلت بقى ايه ادعك بقى الجزئية دي كويس جدا، عشان كده ايه احس كده ان الشباك عندي منور. عايزة اقول لكم الشفاط زي الفل، كنت عاملاه وكده فبصراحة ما فكتهوش ولا عملته. بس كده عملت بقى الشباك من هنا كمان، هلم بقى كل الصابون، بس مش هياخد مني وقت خالص. قولوا لي بقى فطرتوا ايه النهارده في اول يوم. انا النهارده في ان شاء الله انا بسجل معاكم الصوت وهنزل لماما، فهفطر عند ماما بقى النهارده، يعني مش هفطر في بيتي، بكره ان شاء الله هفطر في البيت. فبكره بقى ان شاء الله اشارك معاكم بقى الفطار. وجبة الفطار ان شاء الله. بصوا هي اول يوم ده معروف يعني، فراخ بقى ورقاق وملوخية ورز وفاهميني اللي هو ايه، بتاكلوا كده. فالاكله دي بصراحه ما بعرفش اعملها تاني في بيتي غير بعد كام يوم. فبكره بقى هشوف بقى ممكن اعمل ايه يعني. ان شاء الله بشارك معاكم بقى الفطار كده والحاجات الجميله دي، هصورها و هخليها عندي بقى لما اخلص بقى معاكم فيديو المطبخ باذن الله بقى. انزل لكم بقى الحاجات اللي انا عملتها في خلال اليومين بتوع اول يومين في رمضان باذن الله. بس كده قلت كمان اعمل خلصت بقى البوتاجاز ورجعته بقى مكانه وظبطت الدنيا، وقلت اعمل بقى ارفف التوابل دي. انا مش هفكها، لكن انا مسحتها كويس جدا، ومسحت كمان العلب وقلت احطها تاني، اللي هي البرطمانات دي، البرطمانات ايكيا كنت جايباها بتاعه ايكيا. حلوه جدا يعني، بتكملي بس كميه حلوه. هنا بقى ايه، كنت نزلت ده ومعرفتش اصوره معاكم لان المايه كانت وقتها قطعت معايا، وعبال ما جت قلت بقى اخلصه بقى مع نفسي. بس المهم بقى خلصت كده خلاص، دنيتي زي الفل. هسيق بقى كمان، كنت حاطه بقى شويه بريكس شويه ميه كده، وقلت بقى لمع الارض كده واخليها بقى زي الفل. انا اصلا كل ما كنت بعمل حاجه كنت بلم كده بقى من الموب، والم بقى الدنيا كده حواليا. يلا بينا بقى نفرش المطبخ، يا اخيرا يا ده ما كانش كده والله. فرشت بقى السجاده، وفرشت بقى رجعت التربوهات وكل حاجه. هنا برضو ايه، رجعت البصل بقى ما عنديش بصل بصراحه بره، كان انا حاطاه في الفريزر، عايزه ان شاء الله بشتري. بس حطيت بقى البطاطس ورجعت بقى كل حاجه في مكانها. هنا بقى غيرت باسكت القمامه، جبت بقى باسكت تاني وحطيته، وقلت ايه بعد ما حطيته جنب البوتاجاز قلت بيضايقني يعني في القفل وفي الفتح، فرجعته بقى جنب الغساله يعني. حطيت له بقى كيس برضو إيه عشان نبقى نرمي فيه. بس هنا بقى تعالوا نعلق مع بعض كمان الكفر البوتاجاز اللي انا كاتبه عليه، او خليتها يعني تكتب لي عليه من بيت ايه، يعني رمزا وشعارا للقناه يعني. بس كده هنا بقى حسيت ان هو كان طويل يعني كام سنتي كده. معلش العيله عامله دوشه، معلش، بس انا عشان الحق انزل لكم الفيديو فبحاول اسجل وانجز يعني. المهم قطعت جزئيه كده منه، وبعد كده الجزئيه بقى اللي طلعت دي هحطها بقى في الكاميرا دي بتاعه البوتاجاز من فوق، هوريكم دلوقتي. بس كده انا كنت بحاول اظبطه برضو عشان كان بكرمش بس من فوق.
وادي كده البوتاجاز بقى زي الفل، وحطيت بقى في الستيكر. ادي الجزئيه اللي طلعت اهي. بس كده قولوا لي بقى رايكم. ده كده طبعا الفرش المبدئي للمطبخ. انا بس هينقصني زي ما قلت لكم جزئيه الرخامه، انا ما عملتهاش خالص. هعملها بقى كلها ان شاء الله. دي سهله يعني، دي اسهل حاجه في المطبخ. واصلا كل الحاجات اللي موجوده فوق دي، كل اللي انتوا شايفينه ده مش هخليه تاني اصلا. يعني انا جايبه حاجات جديده وهفرش حاجات جديده. ف يعني ايه، باذن الله هغير بقى كل الديكورات دي. هظبط بقى ان شاء الله. هعمل اللزق بتاع الستيكر بتاع الجزئيه اللي تحت من الاناموتيل، وهعمل برضو الرخامه نظبطها كده، وافرش بقى كده ايه الحاجات بقى الجديده، ونظبط بقى ديكورات رمضان والاضاءه. فباذن الله انتظروا بقى الفيديو باذن الله. هنزله بكره ان شاء الله باذن الله، كده يبقى معاكم سلسله كده فيديوهات حلوه للمطبخ ورا بعض. بس بتمنى بقى ان انتوا يعني تتفرجوا بقى، الناس اللي هي ما اتفرجتش على الفيديوهات ترجع بقى تتفرج عليها، وتقول لي رايها في الحاجه يعني اللي انا جايباها. بس كده. اسفه 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 بجد على الصوت، بس الولاد بقى عايشين حياتهم هناك لو كنتوا سامعينه يعني. بس كده يكون الفيديو بتاعي خلص. اشوفكم بقى فيديو على خير، والسلام عليكم.